السلام عليكم. نفسك تاكلي فول من عربية الشارع؟ طب نفسك تشوفي طعم الفول العادي بيتحول معاكي في البيت لفول العربيات اللي بتشتريه من عربيات الشارع للفطار أو للعشاء أو حتى السحور؟ تعالي هقولك على المكونات والطريقة على أصلها. كمان هنعمل مع بعض دقة الفول بنكهتها اللي بتنقلك على العربية وانتي في البيت. بس في الأول فضلا وليس أمرا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد مننا. قناتنا منوعات أسرة بسيطة دايما معاكم، هتعمل لكم كل اللي انتوا بتحبوه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله في الفيديو ده هعلمك كل تريكات الفول المدمس زي العربية بالظبط، وكمان هعلمك الدقة اللي بتبقى موجودة عنده اللي بيرشها لنا كده على الطبق. طبعا ما يحلاش كده الفول غير بالعيش البلدي. بصي التقل بتاع المية بتاعته من غير ما نحط له ولا نشا ولا دقيق ولا اي حاجة خالص، ومكونات بسيطة جدا وهيطلع معاكي زي عربية الشارع بالظبط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة أنا كنت نقع الفول بتاعي من بالليل، كمية طبعا دي حسب ما انت عايزة. كنت غسلة معاهم كمان حبة عدس وحبة رز. والمكونات بقى ليمونة متقطعة، طماطماية، وشوية جزر مبشورين، وكام فص توم. هي دي كل مكوناتنا، ودي ببساطتها دي هتطلع لك طعم ولا أروع، لأن الأساس كله في الدقة اللي احنا هنعملها. ده الرز والعدس اللي أنا كنت بقولك غسلتهم معاه بالمرة، بحط له ميه مغليه، ما ينفعش تحطي له ميه ساقعه. والجزر والثوم بس، ولا في ناس بتحط فلفل، ناس بتحط بصل. انا كنت عاملاه السنه اللي فاتت كده، بس لا انا جبت لك السر من على العربيه. وكمان الغطا لما انت تغطي كده وتحطي ورقه من الزبده عليها كده وتكمري القدره بتاعتك زي ما بيقولوا كتمه الفول المدمس دي اللي هي بتخليه يستوي، يبقى معاكي الزبده وكمان كريم. عبال بقى الفول بتاعنا ما يستوي، تعالوا نحضر الدقه بتاعتنا. معانا هنا ملح وكزبره، بابريكا، كمون، شويه شطه، كام فص توم، ونص ليمونه. معايا زيت حار، معايا ميه، معايا خل والطحينه. كل ده هضربه مع بعض في الخلاط، هيطلع لنا احلى دقه هتزوديها على الفول. لو انت بقى الولاد كده مستعجله تطلعي كيس الفول في ساعتها وترشي من الدقه دي وتاكلي احلى بقى تغميسه فول. هحط بقى المكونات كلها في الخلاط. انا جبت خلاط امي بعتز بيه قوي، وكمان بقى يبقى لايق مع التراث كده بتاعنا، مع الفول المصري الاصيل. هنعصر بقى الليمونه وهننزل بالبهارات بتاعتنا والتوابل. عايزه تزودي حاجه توم باودر، بصل باودر، براحتك جدا. عايزه تزودي الشطه، عايزه تحطي قرن شطه حراق، براحتك. انا هحط برضو الطحينه كده حوالي برضو نص فنجان او معلقتين كبار، او انتي لو عايزه تضاعفي الكميه براحتك خالص، بس انا بحب اعملها كده ما تبقاش كميه كبيره بحيث تبقى عندي اول باول تخلص. بحطها في التلاجة وبحتفظ بيها. ضربتها في الخلاط كده الضربه المحترمه، عبيتها بقى في الازازه وركبت لها كده البتاعه اللي فوق دي علشان تبقى شبه بتاعه عربيه الفول بالظبط. احلى دقة هتحطي منها على طبق الفول وهتاكلي احلى فول مدمس زي العربيات بالظبط. قوامها ما بيبقاش تقيل قوي ولا خفيف. طبعا بتزودي بقى الملح، بتزودي الليمون حسب ما انتي بتحبي ساعة ما تيجي تاكليه. الفول بتاعنا ما شاء الله كريمة زبدة، بس هو بياخد على نار هادية شمعة مش اقل من 7-8 ساعات ان ما كانوش 10. يعني عايزة اقولك كل ما تسيبيه على نار هادية. انا حطيت له تحت منه اللي هي الشياطة، او لو عندك مثلا غطا صفيحة سمنة من اللي هو اللي بيبقى المعدن ده، الصفيح ده حطيه تحتيها وهدي النار وسيبيه يعيش حياته. اعملي اكلك وغسيلك وكله وسيبيه واتفرجي على طعم الفولة والزبدة اللي طالعة منه. نرش بقى الرشة كده زي الراجل زي ما بيعمل لك كده بالظبط اهو. والطبق اللي استلي زي ما ينفعش الفول من غيره، لازم ده اللي بيخلي الطعم معانا مختلف. غمسي بقى كده بلقمة عيشك بألف هنا والشفا. اتفضلوا معانا. ما تنسوش زي ما قلت لكم لو عجبتكم قناتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتقولوا لحبايبكم على قناتنا. بصوا انا حبيت افضيه قدامكم علشان اوريكي تقل الميه من غير ما ازود نشا ولا دقيق ولا ادوب اي حاجه، ولونه ده لون طبيعي ما زودتش عليه اي الوان. بصوا الجمال والسمك. بحبكم في الله، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير.